السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم جميعا. فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن إزاي أنفذ أي قطعة كروشيه بالغرزة دي، سواء كانت كوفية أو شال. أنا بدأت دي كوفية بس لسه ما خلصتهاش، وقلت أشرح لكم الغرزة على نموذج صغير لحين ما أكمل شغل الكوفية دي وأوريها لكم إن شاء الله. شوفوا تفاصيل الغرزة أو شكل الغرزة. الغرزة دي سهل جدا تشتغليها، هي تطبيق بين غرزتين، غرزة الحشو وغرزة العمود. دي حافة الشغل من الناحية دي اهي، ودي الحافة من الناحية دي. الكوفية دي شغلها فيه فكرة شوية، تبديل الالوان وازاي ان انا ما اقصش. انا بشتغل كل شغل الكوفية او ايا كانت، يعني عموما شغل الغرزة دي والخيطين موصولين كده. اشتغلت القطعة دي شوفوا بيفضلوا موصولين البكرتين طول ما انا بشتغل. انا اشتغلت هنا بكارما سوفتي لوكس. جيت اشوف درجة البيج دي في هيمالايا ما لقيتهاش. لقيت ده نفس السمك ونفس الامطار وكل حاجة وممتاز جدا. اول مرة اجرب سوفتي لوكس، ده جميل جدا من كارما. لايق جدا مع هيمالايا، حتى واضح جدا في اضاءة الشمس اهو تفاصيل الخيط. يمكن ده يعتبر ممتاز. اي نعم لسه ما غسلتوش. انا طبعا بغسل وبستخدم على طول هيمالايا، بس ما اعتقدش ان هو هيكون جودته قليلة يعني. الشغل كله البكرتين موجودين، مش بقص ولا حاجة، وموصولين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ادي الخيطين، وبالماركر عندي هنتعلم مع بعض ازاي نعمل حالا. اشتغلت هنا مع خيط هيمالايا تحديدا في الغرزة دي بإبرة 4.5. الغرزة دي عايزة ايدك تكون مرتاحة شوية في الشغل، ولو ايدك مقفولة زيي كبري الإبرة نص نمرة عشان تلاقي نتيجة كويسة. الغرزة دي بتسحب خيط بشكل هنقول وسط، مش بشكل كبير زي الباف والفشارة وكده. الغرزة دي شغلها كله بغرزة العمود وغرزة الحشو. العمود بيبقى في السطر السابق، يعني مش هتعتبري خالص ان انتي بتشتغلي بعمود، هعتبر ان انا بشتغل بحشو. لذلك الغرزة دي في الكوفية دي او في اي قطعة تنفذيها هتلاقيها مش بترمي شغل بسرعة، يعني الشغل معاكي مش بيكبر بسرعة، هتعتبري نفسك بتشتغلي بغرزة حشو. ولكن علشان العمود هنا عندي في السطر السابق ففي شوية تحميل في الغرزة او شوية كثافة في الغرزة، فبنصح ان انتي كبري الابرة عن شغلك للخيط ده في الشغل العادي. يعني لو بتشتغلي العادي في ملاية مثلا بابرة رقم 4، اشتغلي بابرة 4.5. جربي مثلا في قطعة صغيرة، جربي في عدد صغير من الغرز لغاية لما تشوفي المرونة اللي انتي عايزاها في الشغل. يلا نبتدي على طول ننفذ الغرزة مع بعض. الخيط اللي انا هنفذ بيه دلوقتي عينة الشغل ده نوعا ما متوسط السمك، ولكن بالنسبة لهيمالايا سميك عنه. هنا هشتغل بإبرة 6.5. مهم جدا برضو في الغرزة دي تفاوت الألوان، يعني مش مثلا أشتغل بأبيض وأوف وايت أو لازم يكون درجتين. يعني حتى لو انتي هتشتغلي مثلا بلون موف أو لون نبيتي أو أي لون انتي عايزاه، ومش عايزة الأوف وايت أو الفاتح القوي، بس حاولي يكون في تفاوت بين اللونين عشان جمال الغرزة يظهر وتفاصيل الغرزة تظهر. نصيحتي ليكي لو هتنفذي بالغرزة دي، لو مش بتحبي الخيوط الرفيعة او عايزة تنجزي بسرعة، بما انه كمان دي الغرز مناسبة جدا للمبتدئين، اشتغلي بخيط متوسط السمك عشان تنجزي. نبتدي على طول الخيط الابرة رقم 6.5. نعمل سلسلة البداية او عقدة البداية اهي. الابرة من تفاصيل الغرزة دي ان انا عايزة سطر الاساس هعمله حشو، وعايزة عدد يكون فردي مش زوجي. ليه؟ لان انا السطر هبدأه بحشو وهنهيه بحشو. السطر هبتديه بعمود وهنهيه بعمود. لو جينا نجرب علشان نعرف ده هيكون عدد زوجي او عدد فردي، تعالوا نشوف. لو انا ابتديت هنا بغرزة حشو، ثواني، قلت لكم انا عايزه ابدا بحشو وانتهي بحشو. طب انا عايزه احدد هل هو هيكون عدد زوجي ولا عدد فردي. يعني لو على ايدي دلوقتي هيكونوا 4 غرز ولا 5 غرز مثلا. علشان تحسبي وما تتلخبطيش، انا قلت عايزه ابدا بغرزه حشو وهنتهي بحشو، يبقى حشو عمود حشو عمود. انا انتهيت هنا بعمود في العدد الزوجي، لكن علشان ازود حشو وابقى بدات بحشو ونهيت بحشو، يبقى محتاجه عدد فردي اللي هو ال5 اللي على ايدي دلوقتي. اجرب تاني واقول حشو عمود حشو عمود حشو، يبقى انا بدأت بحشو ونهيت بحشو. ويلا نبتدي شغل سلاسل البداية. ابتدي على طول اول سطر هعمله حشو، وهبتدي بغرزة حشو. ادي سلسلة البداية او اهو ادي سلسلة البداية،
وهشتغل في ظهر الشغل. هكمل الشغل معاكم بإبرة 6.5، واشتغلت سطر الأساس هنا بإبرة 6.5 للناس اللي مش عندها تفاوت في مقاسات الإبر. وهشتغل في ظهر الغرزة، مش هشتغل في حرف الفي العادي، وهنشوف ده مع بعض حالا. ولكن أنا اشتغلت بنفس الإبرة بأريحية شوية عن إيدي العادية في الشغل، علشان الشغل بتاع سلسلة البداية يظهر وكأني اشتغلته بإبرة مقاس أكبر نص نمرة من المقاس الموجود معايا للناس اللي مش عندها تفاوت في مقاسات الإبر. فالدنيا سهلة ومش شرط التفاوت البسيط بالنص نمرة بين مقاسات الإبر الموجودة عندك. توكلي على الله وجربي. دي كده سلسلة الارتفاع، دي أول سلسلة في السطر. هقلبها وهشتغل في ظهرها اللي هو ده أهو، اللي هو البروز اللي في سلسلة البداية من ورا، ده هو اللي أنا هشتغل فيه. اللي أقصده إن أنا مش هشتغل في الحرف ده، يعني مش هشتغل دلوقتي هنا كده، مش هشتغل هنا، بيكون غلس شوية ومتعب، ولكن النتيجة بتكون مظبوطة، انه حرفين الشغل بيكونوا زي بعض. اشتغل في ظهر الغرزة، ساعدي بايدك علشان تطلعي الحرف بتاع الغرزة. تاني غرزة على طول هعمل حشو. اول غرزة حشو اشتغلتها حط فيها ماركر اهو. انا قلت خلاص عملت عدد عشوائي، هكمل سطر حشو. اول غرزة حشو كملت السطر كله بحشو، بدل ما تتلخبطي وتعدي في الاول السلاسل. قلتلك اعملي عدد عشوائي وعدي في اول سطر بيكون اسهل. هنا 21 سلسلة عدد فردي، وزي ما قلنا محتاجة الفردي عشان اول غرزة هعملها حشو واخر غرزة هتكون حشو، وكذلك اول السطر عمود هيكون اخره برضو غرزة عمود. فكده انا عملت اول سطر، واخر غرزة دي هحط فيها ماركر وهنشوف ليه. عشان ما تفكش، وعشان انا مش هشتغل دلوقتي من هنا. خلاص انا كده عملت اول سطر مش من الغرزة، ولكن اول سطر في اساس شغل الغرزة. هجيب انا كده الخيط التاني اهو، وهروح لاول غرزة حشو اشتغلتها، هفك منها الماركر. الغرزة دي بتكون نايمة شوية كده، اخد بالي، عشان كده بنقول نعلمها عشان ما تتلخبطش، عشان ما نتلخبطش. وهسحب الخيط من هنا وهاخد سلسلة ارتفاع كأني بشتغل خلاص شغل عادي. عندي الخيط اهو، سحبته وخدت ارتفاع سلسلة، وهعمل في نفس مكان الشغل ده حشو. شوفوا دي هقفلها. الخيط ده انا هقفله في الشغل، ما اشغلش بقى بالي بيه خالص دلوقتي، ولكن هروح على طول على اول غرزة حشو وهحط ماركر. حطيت ماركر في اول غرزة كده، دي غرزة حشو. تاني غرزة هعمل غرزة عمود اهو. اول سطر هيبان معاكي مش مظبوط شوية، لغاية لما تشتغلي تاني سطر هيظبط. تاني سطر في الغرزة، مش تاني سطر في الشغل، تاني سطر في الغرزة هيظبط اول سطر في الغرزة. الغرزة اللي عليها الدور اعمل غرزة حشو، اللي بعدها عمود ملفة، بعدين غرزة حشو. في الغرزة التالية بعدها، في الغرزة اللي بعدها على طول غرزة عمود بلفة في حرفين الغرزة عادي. يعني انا بشتغل دلوقتي في حرفين الغرزة بقى عادي. خلاص انا اشتغلت هنا في الظهر ده تمام، اشتغل بقى شغل عادي جدا اهو. اللي عليها الدور غرزة حشو، اللي عليها الدور غرزة عمود بلفة. اول سطر ما تقلقيش من شكله خالص، هيظبط حالا تمام اهو. ادي اول سطر بالشكل ده اهو، هكمله وارجع لكم. خلاص انا قربت على نهاية السطر. دي هنا غرزة حشو، اللي بعدها هتبقى عمود، واخر غرزة اللي طالع منها السلسلة دي اهي، اللي هي الغرزة دي، دي السلسلة اللي طالعة من الغرزة دي هتكون حشو.
دي حشو، دي عمود، دي بالتالي حشو. وده من الحاجات اللي بتخليكي تتأكدي في الغرزة دي ان انت شغالة صح، ان انت بديتي السطر بغرزة حشو وهتنهي بغرزة حشو. الغرزة دي عشان ما توسعش مني وانا بشتغل، فشوفوا بشد الماركر كده وامسكه واروح اشتغل فيها حشو اهو. تمام. طيب بعدين هشيل الابرة وهحط ماركر برضو فين في الغرزة دي. انا كده خلاص خلصت السطر ايه الاول في شغل الغرزة اهو. خلاص هشده بس كده. انا طبعا بعلم بدي ليه؟ لانه هي كده الشغل مش هيتفك لو انت بعدتي عن الشغل او اتشد منك، فهو كده الماركر هتخليه ما يفكش، لانه لو اسستي السطر اللي بعدين وده اتفك فمشكلة يعني. ولكن دي خلاص كده تمام. انا هعمل السطر اللي بعدين هعمله ازاي اهو. تعالوا بقى نشوف. هفك الماركر من السلسلة بقى اللي في السطر السابق، ودي هجيبها كده. ممكن كمان اخد معاها الخيط ده بتاعها كده تمام اهو. انا بقى محتاجة دلوقتي اشتغل في دي، هكبرها شوية تمام. هكبر السحبة بتاعت الغرزة دي علشان هشتغل السطر دلوقتي راجع. يعني انا دلوقتي شوفوا انا انهيت السطر البينك ده كده او الكشمير كده تمام. اللي هشتغله دلوقتي ازاي؟ انا هسحب وهسحب من هنا وارجع على السطر ده بالعكس كده تمام اهو. طيب انا ممكن اسحب وهي كده؟ لا، انا هخلي كده السطر يضم. لا، انا هسحب وهعرف ان انا اول غرزة هشتغلها في السطر اللي عليه الدور غرزة عمود، لان دي غرزة حشو، فهشتغل فوق الحشو عمود وفوق العمود غرزة حشو. فهسحب بشكل يخلي السطر ما يضمش مني من الجنب. هحط الابرة تمام. وانا دلوقتي هشتغل خلاص بالخيط الاوف وايت ده، فخلاص الكشمير ده على جنب خالص تمام. والغرزة بتاعتي متقفلة تمام ودي تمام. فخلاص انا هسحبها منين بقى؟ هسحبها من هنا. يعني انا دلوقتي هشتغل هرجع كده او اعمل ايه بقى؟ دي محافظة عليها ما تفلتش مني، وبعدين هدخل في غرزة الحشو الاخيرة عشان هلف الشغل، وبعدين هسحب. شوفوا بقى بسحب ازاي. بسحب اهو، شايفين؟ انا كده انهيت السطر ده خلاص عشان ما تتلخبطوش. انا دلوقتي اللي كنت محافظة عليها الغرزة اللي قافلاها بالماركر في السطر الاول خالص، انا عايز اخدها دلوقتي واشتغل السطر الجديد تمام. فانا خدتها دلوقتي سحبتها من عند غرزة الحشو اهو. طيب بعدين اعمل ايه؟ هسحب بقى الخيط، هلغي خالص الايه الماركر التاني ده لورا، وهسحب دي بالراحة خالص بشويش. مش هقفلها خالص كده ليه؟ لانه في مسافة في السطر، مش عايزة الشغل بعد ما اكمله وارفعه لفوق يبقى مضموم تمام. فهعمل كده دلوقتي، وبعدين هرتفع سلسلة علشان ده كده ارتفاع العمود. يعني انا سحبت وخدت سلسلة، والسلسلة دي يبقى انا كده ارتفعت سلسلتين علشان سطر اوله غرزة عمود واخره غرزة عمود. هروح فين؟ الشكل ده ما تقلقيش منه، ده هيظبط في السطر اللي بعدين. خلاص ارتفعت، هشتغل العمود هنا ازاي؟ هلف وهشتغل عمود عادي هنا. لا، انا هشتغله بعدها. يعني شوفوا زي ما كنا بنقول على غرزة الحشو العميق ده، اعتبريه كده عمود عميق في السطر اللي قبله. بصي في السطر اللي قبله خالص وكأني تحت حرفين الفي لأول غرزة في السطر الأول اهو، عشان اعمل عمود بلفة اهو. طب الغرزة التانية اهي حرفين الفي بتوعها اهو، هشتغل فيهم غرزة حشو اهو. حرفين الفي اهو، سوري، حرفين الفي على الغرزة على الابرة عفوا اهو. سحبت وعملت حشو. طيب غرزة العمود بلفة هل هعملها في السطر السابق في الفي؟ لا، هعملها بعد ما الغرزة تخلص خالص. يعني شوفوا غرزة الحشو منتهية فين اهي، في الفتحة دي اهو. هدخل فيها عمود بلفة. بس في حاجة هنا ان انا بريح ايدي شوية، مش بشده برضو زي العمود العادي، بحيث برضو ما يضمش السطر ويديني الشكل ده اهو. تاني
الغرزة اللي عليها الدور دي اللي هي غرزة عمود في السطر السابق. فوق غرزة العمود في السطر السابق هشتغل غرزة حشو عادي خالص اهي. طيب هلف وادخل في غرزة اللي عليها الدور دي، بس مش هدخل في الفي، لا هدخل في بعد ما يعني اعملي لنفسك علامة انه بعد ما الغرزة تخلص خالص اهي، يعني عند بداية اللون. تمام. اللي اشتغلوا الحشو العميق ده بالنسبة لهم سهل، بس علشان ده عمود واريحه شوية اهو. شوفوا الشكل بدأ يعني نوعا ما يظهر. بعدين غرزة حشو في السطر اللي بعدين اهو. غرزة حشو، غرزة حشو فوق العمود وغرزة العمود فوق الحشو. ادي الحشو اللي عليه الدور، هروح العمود فين بتاعه. كل العمود يا جماعة عميق كده لتحت، لا كده غرزة العمود هي اللي عميقة، غرزة الحشو عادي خالص اهو. اجيب حرفين الفي على الابرة واشتغلت حشو، وبعدين اشتغلت العمود. شوفوا فين اهو، اروح الفتحة دي اريح ايدي شوية في العمود ويبقى عمود، بعدين حشو ونكمل. وصلت معاكم انا كده اهو للاخر. هشيل الماركر اللي في اول غرزة حشو انا كنت معلماها، اللي كنت سحبة منها الخيط التاني، هروح فيها واعمل غرزة عمود. فين بقى؟ شوفوا الخيط اللي انا هشطبه اهو، ادخل عنده تحت الغرزة بالظبط وهشتغل غرزة عمود لفة. اجيب الماركر عشان الخيط ده ما يفكش مني، لان مش هرجع شغل من هنا دلوقتي. شفتوا بقى اهو، سطر الاساس حشو، اشتغلت سطر، سحبت الخيط من هنا وانهيته هنا وعملته بماركر، اشتغلت حشو عمود حشو عمود وهكذا للاخر. بديت بحشو من هنا في اللون البنك وانهيت بحشو. السطر اللي بعدين كملت، رفعت الابيض من هنا او الاوف وايت اللون الفاتح، واشتغلت في فوق الحشو عمود وفوق العمود حشو، يبقى حشو عمود وهكذا للنهاية. بدأت بعمود بنتهي بغرزة عمود وهعمل بالماركر. طيب هرجع تاني اشتغل منين دلوقتي؟ هرجع اشتغل من هنا وهسحب زي ما سحبت المرة اللي فاتت الخيط الابيض. وعايزة اقول لكم حاجة، ان انا هنا في الشغل الغرزة دي لازم احافظ على تكنيك السحبة. ازاي؟ هشرح لكم على القطعة دي وهوريهولكم ليه السبب اللي انا بقوله على القطعة اللي انا اشتغلتها. اللون الكشمير هنا اهو. فدلوقتي انا عندي الخيط بتاعي اهو، شده بس اهو. تمام. هسحبه منين بقى؟ انا هسحب الخيط ده وهشتغل اروح للماركر التاني، بحيث ان انا بعد سطرين شغل هيبقى عندي الخيطين في اتجاه واحد زي ما وريتكم في الكوفية اللي انا اشتغلتها في اول الفيديو. تمام. طب هسحب ده ازاي بقى؟ شوفوا انا هوريكم الشكل اللي انا سحبت بيه، ولكن انت تسحبي باي شكل. المهم انك توحدي طريقة السحب في كل الاسطر. اهو دخلت انا كده في اول غرزة وهاخد الخيط بس هريحه شوية علشان ما يضمليش جنب الشغل. دخلت انا هنا هسحبه. تمام. شوفوا سحبته اهو. بس هعمل ايه بقى؟ هلف الشغل، لان انا عايزة اروح بالخيط المخالف ده لنفس الماركر ده بنفس اتجاه الشغل. انا اشتغلت الاوف وايت دلوقتي كده، هروح بالكشمير وراه كده. خلاص كده شكله وكأني ناهية هنا. هسحب بس، لقيتها واسعة كده عادي، ضيقي بس مش بعد ما تسحبي، يعني ضيقي كده. تمام. وبعدين اسحب وتبقى مرتاحة دي. تمام. طيب انا هنا سحبت، هعتبر دي سلسلة الارتفاع لان ده الشغل اللي هيبقى اول السطر حشو. اروح عند اول غرزة كانت عمود اشتغل فيها حشو. تمام. وهروح عند الماركر اهو. سحبتك ضيقة، ارفعي بسلسلة تانية غير دي لو انتي نسيتي وشدتي دي. تمام. بس كده افضل عشان هوريك الشكل بيكون ازاي دلوقتي.
كده اول حاجة حشو اهي. بعدها ايه؟ بعدها عمود في الحشو. وقلنا العمود بيكون تحت الحشو خالص، يعني شوفوا درالي الحشو القديمة هنا، شوفوا ده عمود، عمود عميق اهو، فوقيه غرزة حشو في حرفين الفي بتوعه على طول. الحشو اللي عليها الدور بدخل تحتها هنا في المكان ده، شوفوا انا جبته بصبعي اهو، اهو المكان ده هشتغل غرزة العمود، وبريح ايدي شوية، يعني شوفوا كده بسحب على الحشو علشان يطلع مظبوط برضو، ما يشدهاش ولا يضم الشغل اهو. العمود اللي بعدين فوقيه حشو، بعدين اهو نشيل الصوت بقى، اللي بعديه عمود يبقى فوقيه حشو. اهو اللي بعديها حشو فيها عمود. طبعا الشغل بالخيط الرفيع شوية عن ده بيكون ألطف بكتير، ناعم ده إلى حد ما، يعني مش ناعم طبعا زي الهيمالايا، ولكن ايه يعني اوضح لك ازاي الغرزة بيكون شكلها، عشان لو عندك خيط متوسط السمك وجيتي تجربي فيه ما تقوليش شكل الغرزة غير، لا والله هي هنا جميلة وهنا جميلة، بس انه شغل يرمي اكتر، لا هي غرزة مقفولة شوية، لانه يعتبر خلاص ارتفاعها ده سوري ادخل في الحرفين، لانه ارتفاعها بيعتبر غرزة حشو. بس لو بتشتغلي بالهيمالايا كبري الابرة عن مقاس شغلك العادي، عشان برضو ما يطلعش الشغل مكتوم. شوفوا اهي بدأت تبان الغرزة. نكمل. عملت كده غرزة حشو اهي فوق العمود الاخير، ادي العمود الاخير في السطر السابق، ودي غرزة حشو فوقه، واروح على الماركر على طول اهو. شوف، وبعد ما حطيت الماركر كده بقى الخيطين عندي في اتجاه واحد، وده مقياس لشغلي ان انا ماشية مظبوط. خلاص هوريكم بقى ده على القطعة اللي انا اشتغلتها، ثواني. بصوا اهو، وبصوا في نفس الحاجة، يعني شوفوا انا ده ناهية هنا بحشو فوق العمود، وهنا اهو ناهية بحشو فوق العمود اهو في نفس الاتجاه اللي هو الشمال ده، شايفين؟ وعاملة بس انا هنا عاملة الاتنين بماركر واحد عشان بس مقفلها دلوقتي لغاية لما اصور لكم العينة، لكن هو عادي ده بواحد وده بواحد عشان اشتغل اشيل واحد منه دلوقتي واكمل. تمام. هتحسي قلنا في اول سطر زي ما قلت لكم هنا ان الشغل بيوسع منك او الدنيا مش مظبوط، لا السطر اللي بتشتغليه بيظبط اللي قبله، لو انت حاسه بوسع شويه في الشغل، لا الشغل السطر بيظبط اللي قبله. وعلشان بديت هنا بغرزه حشو، فاما تنهي القطعه بتاعتك ايا كانت هي ايه هتنهيها برضو بسطر حشو، يعني ما ينفعش انا وصلت للطول المناسب، يعني مثلا هنا خلينا هنا انا وصلت هنا مثلا للطول المناسب، خلاص انا كده هقفل، لا هرجع تاني باللون المخالف بقى، باللون اللي هو مثلا البيج المخالف للسطر ده، واعمله بغرزة حشو زي ما بديت في الاول خالص هنا بغرزة حشو اهو. حافظي ان يكون الاطارين زي بعض. طيب بالنسبة للوصلة اللي قلتلك عليها هنا، لما بتوصلي الخيط او بتسحبي، مش بتوصلي انه بيتقص عفوا، ولكن لما بتسحبي الخيط بقولك حافظي على شكل السحبة ازاي. يعني هنا مثلا انا اهو خلاص، وده هشتغل بالاوف وايت اللي عليه الدور، تمام، فانا هسحبه منين؟ هسحبه من هنا اهو. تعالوا نشوف مع بعض اهو، يعني مثلا انا هسحبه منين؟ انا ضيق دي خالص، تمام، علشان احكم دي ما توسعش، وفي ايدي اظبطها برضو على فكرة بعد ما اسحب منها. انا هسحب اهو الاوف وايت من هنا، قلنا بشد بس براعي ان ده سطر ما ينفعش اقفل اكتر من كده علشان ما ضمش السطر كده من الجوانب، تمام. طيب اهو انا سحبت خلاص الغرزة معايا. انا غرزتي دلوقتي هشتغلها ايه؟ انا انهيت هنا بحشو فوق العمود، يبقى اللي عليه الدور عمود، يبقى هسحب سلسلة اهي
وكمان سلسلة، وهنا انا انهيت بحشو، يبقى هنا هبتدي بعمود عميق اهو، ادي عمود بلفة وبعدين حشو اهو. اللي انا عايزه اقوله في الحته دي، شفتوا انا سحبت الخيط ازاي؟ يعني انا سحبته من هنا، الابره كانت هنا، سحبته وبعدين لفيت وارتفعت باقي الارتفاع بتاعي. ممكن اسحبه يعني ارتفع والف عادي، هي سهله، بس الفكره ان انا سحباه كده، مش مثلا مدخلاه بايدي بقى من هنا ومخرجاه او عامله حركه. لا، هو يا جماعه السحبه دي لازم تحافظي عليها في كل الاسطر. لسبب ايه؟ علشان الحواف عندك تكون مظبوطه كده. شوفوا، يعني دي الاماكن اللي انا بسحب منها الخيط زي ما قلت لكم، بتطلع كلها نفس يعني نفس النظام بالظبط اهي، ما يطلعش حاجه مخلوفه عن حاجه او لا، اهو كله زي بعضه من الناحيتين اهو، شايفين اهو. ده اللي بقول عليه بتحافظي انت سحبه الخيط ازاي بالظبط. النقطه دي لازم تراعيها في كل الشغل اللي بالنظام ده، زي ده وزي كوفيه اشتغلتها معاكم قبل كده برضو. تراعي طريقه سحبه الخيط علشان الحواف عندك تكون مظبوطه. يعني شوفوا من بعيد من قريب الحواف مظبوطه زي بعضها، من الناحيه التانية اهي لو قلبتيها تيبيكال زي بعض، تركيز زياده شويه ولكن نتيجه يعني اعتقد انها ممتازه يعني جميله. وضحت لكم اهو، شرحت. دلوقتي انا هكمل بالاوف وايت خالص لاخر السطر ده، وهحط الماركر هنا تخيلوا معايا، وبعدين اجي اخد تاني الكشمير من هنا وهشتغل ويروح ورا الابيض للناحيه التانية، يصبح برضو الخيطين في اتجاه واحد. فهي دي الفكره، الخيطين في اتجاه واحد هنا ويرجعوا في اتجاه واحد هنا، وهكذا. الغرزة شغلها بسيط ولكن هو محتاج تركيز مش اكتر. حاولي تريحي ايدك في شغل العمود العميق عشان يكون مظبوط. يا رب اكون قدرت اوصل شرح الغرزة دي بشكل واضح ومفهوم ووافي لحضراتكم. حاولت ان انا اشرح كل التفاصيل اللي تخص الغرزة دي، واي سؤال ليكوا اسألوني في التعليقات وانا هرد عليكم على طول. لو وصلتوا للجزء ده في الفيديو فشكرا جزيلا على المتابعة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.